تأدب بآداب الصيام. 1. الدعاء عند رؤية الهلال. 2. الاستعداد للصوم بتبييت النية من الليل. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كل ليلة بالليل وانت بتتسحر انوي في قلبك من غير ما تتلفظ بلسانك نويت اصوم يوم من رمضان. تأخير السحور، تعجيل الفطر، ساعة ما أذن المغرب الله أكبر اشرب، كل تمر، افطر على التمر قبل ذهابك للصلاة، احرص على صلاة المغرب في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، احرص على الدعاء عند الإفطار فإن للصائم دعوة مستجابة، اغتنم وقت السحر الدعوة إلى طعام الإفطار. من القربات اللي ربنا بيحبها إطعام الطعام، ومن أول ما جاءت به شريعة الإسلام، هتيجي معنا في السيرة، أول ما جاءت به شريعة الإسلام إطعام الطعام. الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى، فاتق الله. اتق الله في أعمالك، في أقوالك، في ظاهرك، في باطنك، في سرك، في علانيتك. 9. إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين والشهداء، فاجعل صومك جديرا بهذه المنزلة، الصديقين والشهداء. 10. أنصحك بالعزلة عن الناس وتجنب الاختلاط بهم. ما تنقيش المسجد الهايص والمسجد الدوشة والمسجد اللي فيه ناس كتير والمسجد اللي فيه المشاهير. روح حتة تلاقي قلبك فيها وتقرب من ربنا وتصلي صح. 11. تأمل نعم الله عليك، إذ رزقك الطعام وحرم غيرك ومكنك من الأكل ومنع غيرك. ما أنا بقول الحمد لله إن سابنا ناكل، الحمد لله إن سابنا ناكل، أصل إحنا ما نستاهلش ناكل، بس الحمد لله إنه سابنا ناكل، إن خلانا ناكل. احمد ربنا، احمد ربنا أن رزقك الطاعات وحرم غيرك. إذا اضطررت للاختلاط بالناس فاحفظ لسانك وبصرك وأذنك وقلبك وصنهم عن ارتكاب المحرمات. لا تضيع طاعة واحدة، قم بكل الطاعات التي تستطيعها. لو تقدر في يوم تشيع جنازة وتعود مريض وتصل رحم وتبر والدين وتتصدق وتقرأ جزئين قرآن، اعمل كل اللي تقدر عليه. فرصتك، خد فرصتك. أنفاسك هي عمرك، دي نمرة 14. أنفاسك هي عمرك فلا تدع نفسا واحدا يمر بك دون أن تذكر ربك. لا تفتر عن ذكر الله لحظة. أسهل العبادات الذكر، ما تسكتش. انبذ البطالة والبطالين وصاحب ذوي الهمم العالية. الصوم العالي صيام القلب. صوم قلبك عن الخواطر الرديئة وعن التفكير في غير الله. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وقلبك وبدنك ورجلك وبطنك. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. شرع الصيام لتشعر بالجوع. حاول تجوع، حاول أن تشعر بالجوع ولا تتذمر من الجوع. سل الله كل ليلة أن تكون من عتقاء هذه الليلة. إلزم سنة النبي وإياك والبدع. بتكثر البدع في رمضان، فإياك والبدع. كان نفسي أجيب الأجندة بتاعتي بتاع زمان اللي فيها بدع رمضان والأحاديث الضعيفة والموضوع التي تروى عن رمضان، لكن ما فيش وقت. يلا كل سنة وانتم طيبين. احرص على صدقة كل يوم، صدقة كل يوم. احرص على تفطير صائمين كل يوم.